الفراخ ما بتتسلقش الا كده. اول حاجه هجيب بصلايه هفرمها كويس في الكبه. بعد كده هنزل على البصلايه بشويه من الفلفل الاسود، وكمان بشويه ملح، وشويه من توابل الفراخ. بعد كده هدعك كويس البصل بالتوابل وهنزل بيه على الفراخ وادعكها كويس جدا من جوه ومن بره. وكمان هفتح الجلد بتاع الفراخ وادخل التتبيله بتاعتي دي من جوه. هنا خلاص الفراخ كانت اتبلت كويس جدا من جوه ومن بره. هروح على الميه احط فيها بصلايه صغيره، كام ورقه لورا، طماطمايه، وشويه فلفل اسود حب، وهنزل بالفراخ بعد ما الميه تغلي. هنا نزلت بكل الكميه بس مش هنزل بالملح دلوقتي. الفراخ هنا كانت دخلت في السوا بعد ربع ساعه، نزلت عليها بشويه الملح وظبطت الملح بتاعها. بعد كده الفراخ كانت استوت، اختبرتها بالشوكه وطلعتها، كانت ريحتها تحفة. جربي سلق الفراخ على طريقتي مش هتندمي ابدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في قناة يوميات رضرود. اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامة.